السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن حال، ومبروك العواشر باش ما تمنيتوا الصحه والسلامه. اليوم فيديو جديد وشهيوه جديده ان شاء الله. انا دزت معكم المالح وراني مسجله فيديوهات ديال الشباكيه وديال السلو، باقي الدري ما سالاش ينزلوا لكم في القناه، غير سمحوا لي وشكرا على المتابعه. اليوم عندنا ان شاء الله ميني بيتزا. عندي انايا كوموند كبيره، عندي فيها كاس ديال الزيت بلديه، وكاس ديال الزعتر، وكاس ديال الحليب مجفف، وعندي هنايا 4 المعالق ديال الزبده، وعندي معلقه ديال البزار، وعندي الخميره 2 معالق، عندي هنا شويه الملحه والدقيق. انا دايره كوموند كبيره، وانتم الا عندكم غير كيلو يمكن ديروا معلقه ديال الخميره كبيره، ونص معلقه صغيره ديال البزار، 2 معالق ديال الزبده، نص كاس ديال الزيت البلديه، 2 معالق ديال الزعتر، نص كاس ديال الحليب مجفف، وكنجمعوا بطبيعه الحال بالماء دافي. يلا خليكم معايا خواتاتي ترجع معكم. انا رجعت معكم البنات بعد ما عجنت العجينه دلكتها مزيان، غنخليها دابا تخمر، ومن نبغي نشكلها نرجع معكم ان شاء الله باش ما نطولش عليكم الفيديو. انا رجعت معكم البنات بعد ما ورقت العجينه. دابا غادي ندوزوها بهاد، نقلبوها بهاد باش ما تنفخش لينا. صافي الطبق كامله، وغنقطعوه بالشكل اللي بغينا، بحال هكا. نديروها كبيره او صغيره من الحجم اللي بغينا. كتجي ناجحه هاد سميتها بالعجينه معتمده عندي انا. ها هي دابا الشكيه اللي بغينا. انا من غنطيبها نرجع معكم ان شاء الله. انا رجعت معكم البنات بعد ما طيبت ميني بيتزا. هذه هي العجينه ديالها، هذه هي العجينه المعتمده عندي، كتجي خفيفه وزوينه ولذيذه. وما نقولش لكم على الريحه اللي طالعه ديال الزعتر والزيت البلديه. كنتمنى يا ربي تعجبكم والفيديوهات ديالي يعجبوكم، وقبلوا عليا راني مبتدئه. يلا نخليكم مع فيديو جديد ان شاء الله يا ربي.